بس إحنا عندنا أزمة حقيقية أحب اللي أقول هي؟ لك عليها، يا ريت. هي استدامة العمل الشبابي، بمعنى؟ العمل السياسي الشبابي أو العمل العام الشبابي. إحنا قُلنا هو في صراع إمم. ما بين إنه يصرف على نفسه، إنه خلاص خلّص على أهله لحد ما اتعلم إمم. واتخرّج، صح. هو عايز يبتدي يصرف على نفسه، عايز يكوّن أسرة هو كمان زي أسرته اللي خرج منها، إمم. ودي حاجات ثقيلة جدًا إمم. وتكاليفها باهظة. طب تطلب منه يشتغل عمل عام، فما ينفعش. فهنا إمم. دور الدولة، لو قدرت توفّر للشباب الخريج إمم. مع الدورات اللي بتدّيها له حاجات فيها أعمال خفيفة جدًا، بمرتبات معقولة جدًا، وتبقى دي يعني اللي هي إيه، إيدي في إيدك، يعني حاجة بداية إمم. بس كده، يُقف على رجليه، لأ هتلاقي شباب بيعمل عمل عام عظيم جدًا، وبيشاركوا في تعديلات قوانين، إمم. وبيساهموا وبيروحوا مؤتمرات، وبيروحوا احتفاليات جمهورية، وفي كل الاستحقاقات الدستورية هتلاقيهم موجودين في انتخابات مجلس النواب ومجلس الشورى. إنما هو هينزل يصرف على ده كله منين؟ إمم. ولو إمم. صرف مرة هيصرف منين تاني؟ ولو أهله ادوا له مرة هيدوا له تاني؟ مش ممكن. إمم. فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إذا تم تفصيلها إمم. على الشباب، إحنا بنتكلم في إن في عمل سياسي أو عمل عام مستدام.